ازاي تعمل تليفونك بالشكل ده؟ اول حاجة هتخش على متجر بلاي وتكتب LED بانر، وهيظهر لك برامج كتير تنقي اللي انت عايزه، بس انا بفضل البرنامج ده. بعد ما تنزله هتفتحه هتلاقي ظاهر لك المنظر ده بالظبط. عشان تغير الكتابة اللي في الشاشة هتدوس هنا وتكتب اللي انت عايزه، يعني مثلا سبسكرايب، وهيظهر المنظر ده. وكمان تقدر تغير الخط، سواء يكون خفيف قوي، تخين قوي، او تخين بس نص نص. نقدر نغير الالوان، الاحمر مثلا، كمان لون الخلفية في كذا لون، بس الاسود حلو. والشكل بس محتاج برو. وكمان السكرولنج دايركشن، يعني يسكرول من الليفت للرايت ولا من الرايت للليفت، ولا يفضل واقف. طبعا عشان ده بالانجليزي يبقى هيبقى من الرايت للليفت. تقدر تتحكم في سرعة السكرول، وتقدر كمان تتحكم في حجم الخط، في حجم الكتابة، وكمان الدوت سايز، كل نقطة في الشاشة أو اللي هي بيكسل. والدوت كاب اللي هو المسافة بين كل نقطة هتبقى أحلى طبعا لما كلهم لازقين في بعض. وبلينك تكست تفضل كل شوية تطفي وتنور، وحاجات كتير قوي. وفي كمان في الإعدادات والهيستوري الحاجات اللي كانت معمولة قبل كده. وبعد ما تخلصوا خلاص جميع الإعدادات هتدوسوا ستارت، وهيظهر المنظر ده. وبس كده، متنسوش سبسكرايب عشان ما تفوتوش اي حاجة من دي كتير.